بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله النهارده هنعمل الكوبيبه بطريقه تكون سهله على حضراتكم، ونمشي خطوات مع بعض، وان شاء الله تطلع نتيجه ممتازه زي ما حضراتكم شايفين. طالعه الكوبيبه ما شاء الله شكلها مشاهي جدا وحلوه جدا، وان شاء الله نبقى تمشي خطوات سهله عليكم. اول حاجه هنسوي اللحم، هننزل معلقه سمن ونضيف عليها 2 معلقه من الزيت، وننزل على السمنه بالبصل المتقطع ومعاها ورق لورا. هننزل بقى عندنا رشه قرفه، ونضيف رشه فلفل اسمر، وهنضيف هنا اللحمه المفرومه، ونقلب المكونات مع بعض. وطبعا احنا فاهمين ان المكونات بتاعه حشو الكوبيبه باش فيها سواي، يعني احنا مش عايزين في اللحمه غير اللحمه وعليها البصل وشويه الفلفل الاسمر والملح، مش عايزين سوايل فيها خالص عشان الحشوه تبقى ناشفه. هنسيب اللحمه ديت تبرد، هي استوت كده خلاص، نسيبها تبرد عشان نستخدمها في الحشو. عندنا البهارات اللي احنا عاوزينها بنضيفوها على الكوبيبه. عندنا ورد جاف، معلقه صغيره بردقوش، معلقه صغيره قرنفل، معلقه كبيره فلفل اسمر، معلقه صغيره قرفه، معلقه صغيره نعناع جاف، وعندنا 3 معلقه كبيره كمون، وده الاساسي في الوصفه. هنطحن كل المكونات ديت عشان ناخد منها معلقه كبيره على الخلط. عندنا مكونات الكوبيبه: نص كيلو برغل مغسول، و4 فص توم، وعندنا بصله. عندنا هنا البرغل مغسول مش منقوع، وهنضيف عليهم ربع كيلو من اللحمة المفرومة، وهنقلب المكونات كلها مع بعض. عندنا هنا البهارات اللي احنا طحناها، هناخد منها معلقه كبيره، هنضيفها على البرغل والبصل واللحم، ونقلب المكونات وناخدها نفرمها عندنا في الكب. هناخد المكونات ديت ونفرمها في الكب عندنا 3 مرات او 3 وشوش. اول فرمه عندنا المكونات بس، تاني فرمه عندنا هنزود معلقه كبيره ملح، احنا ما زودناش في التشكيل الاولاني ملح، معلقه كبيره ملح، وهنزود نص كوبايه ميه مثلجه. الميه المتلجه عندنا هنا هتخلي المكونات تتداخل مع بعضها وتمتزج اكتر، وبحيث تبقى جزء متماسك اكتر. ونفرم عندنا الفرمه التانية. عندنا ديت خلاص كده الفرمة الأخيرة، وبعدها كده الكوبيبة تبقى جاهزة للتشكيل. عندنا هنا الكوبيبة، هناخد جزء من الكوبيبة ونمسكها كويس مع بعض، نستعمل صوبع واحد بس عندنا في تشكيل الكوبيبة. هندخل ايدينا فيها صوبع واحد بس، بحيث تكون الجدران بتاعتها رفيعة قدر المستطاع عشان تاخد حشوة اكتر، وكمان متبقاش سميكة شوية. وهناخد اول واحدة وهنحشيها باللحمة المفرومة. هنقفل برفق علشان الحشوة اللي جواه تبقى مفرغة وخفيفة، ونقفل بالراحة كده بهدوء. هناخد جزء تاني، وعندنا هنا مية بنشكل بيها، هنشكل تاني الكوبيبة بهدوء كده، وهنحشيها ونحاول نرهف على قد ما نقدر، نخلي جدرانها قدر المستطاع مش تخين،
وندخل الحشوة في قلبها ونقفل بهدوء. عندنا هنا مية، لو في اي تشققات او فتحات في ظهر الكوبيبة او في السطح بتاعها هنسد بالمية، اي تشققات هتختفي لما نستعمل المية دي زي ما حضراتكم شايفين. هنشكل كمان واحدة، استخدمنا صبع واحد بس، ونحاول نرهف على قد ما نقدر. ما تنسوش الصلاة على الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام. زي ما حضراتكم شايفين كده احنا خلصنا تشكيل الكوبيبة وكده جاهزة للقلي. هناخد الكوبيبة ونقليها. زي ما حضراتكم شايفين شكلها حلوة جدا جدا ما شاء الله، والهنا والشفا ما شاء الله، شكلها مشاهي جدا. وطبعا اذا عجبكم الفيديو ما تنسوناش بالاشتراك والدعم. ولازم تجربوها ان شاء الله، تقولوا لنا رايكم بعد ما تعملوها. هنفتح هنا واحدة، ما شاء الله شكلها جميل جدا، بالهنا والشفا.